الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من العبادات قد تفوت المسلم مع ما فيها من الخير العميم والثواب الجزيل، مع أن الطريق إليها يسير وبلوغها يحصل بأبسط الأعمال وأقلها. إنها عبادة الذكر، ومن أشرف هذه العبادات حمده تعالى والثناء عليه سبحانه. فالحمد من أعلى المقامات التي يبلغ بها العبد طيب الحياة، لما لها من انعكاس على نفوس الحامدين له عز وجل، وخشوع قلوبهم واطمئنان أفئدتهم، إلى جانب الكثير من الفوائد التي تتعدى حياتهم الدنيوية إلى حياتهم الأبدية عند المداومة عليها. فقد حمد سبحانه نفسه في كتابه العزيز وأمرنا بحمده في قوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله جل شأنه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقوله سبحانه: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فالحمد عبادة عظيمة تظهر تمام العبودية لله مالك الكون، والرضا عن أفعاله، والتسليم لقضائه وقدره. فمن يتدبر أسماء الله تعالى وصفاته يلازم الحمد ويثابر عليه، لأن الحمد يكون بالثناء الكامل على الله، بذكر فضائله ومحاسنه وأفعاله الحسنة وأسمائه الحسنى، مع الخضوع والتذلل له عز وجل وتعظيمه وإجلاله. فالله جل قدره مستحق للحمد المطلق، فهو رب العباد الخالق والمالك والمدبر لأمرهم، والمتفضل عليهم بجميع أنواع النعم، وكل نعمه علينا تحثنا على حمده والثناء عليه. فله الحمد الكثير بعدد ما في السماوات والأرض، وعدد ما خلق، وعدد ما أحصى في كتابه، وعدد كل شيء. والمؤمن يكون دائم الحمد لله تعالى، يحمده حمدا يليق بجلاله وسلطانه، سواء عند حصول النعمة أو عند الابتلاء، في السراء كما في الضراء. وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحمد لله عز وجل، وفي كل الأحوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال: اللهم بنعمتك تتم الصالحات. وإذا أتاه أمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. كان شديد الحمد لربه، فهو أكثر العارفين به عز وجل وبما هو أهله، فسماه سبحانه أحمد لكثرة ثنائه عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأعطاه سبحانه لواء الحمد يوم القيامة، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. إن المؤمن إذا حمد الله في السراء والضراء استشعر رضا الله، وقوي الإيمان في روحه، بلغ مرتبة اليقين والاستسلام المطلق له سبحانه، ونال من فضائله العظيمة ومنازله العالية، والتي لا يحصيها إلا الله سبحانه. أشير إلى بعضها في هذه الإشراقة القرآنية كي نكثر من حمده والثناء عليه عز وجل، فهي أفضل الدعاء وأفضل الذكر، حبيبة للرحمن، وتملأ الميزان، لقوله صلى الله عليه وسلم:
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد غراس الجنة من الشجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. الحمد سبب لجني الحسنات ومحو السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. هي مورد عظيم للصدقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فعلى المؤمن أن يديم الحمد لربه، يحمده في الدنيا على نعمه وفضله، ويحمده أن قضاها في طاعته وامتثال أمره، ويستمر في حمده إلى حين خروجه من الدنيا، لأن في الحمد تفويض الأمر له سبحانه، والرضا بقضائه وقدره، والثقة في تدبيره تعالى شأنه. وأعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، وابتدأت بالحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. فاللهم ارزقنا حسن تدبر القرآن وحسن تلاوة آياته. اللهم اجعلنا ممن يفقهون معانيه ويفهمون أسراره. اللهم اهدنا إلى تطبيق أحكامه والعمل به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.